أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم الاثنين عن تأجيل الندوة الصحفية التي كان من المقرر أن يعقدها وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني إلى يوم الخميس 31 أغسطس 2023 بدلا من يوم الثلاثاء 29 2023، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباحا. وخلال هذه الندوة الصحفية سيقوم وليد الركراكي بالكشف عن قائمة اللاعبين الذين تم دعوتهم للمباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني، الأولى أمام منتخب ليبيريا في مدينة أكادير، والثانية أمام منتخب بوركينا فاسو في مدينة لانس بفرنسا. ويأتي هذا القرار لتمكين الناخب الوطني من إجراء التحضيرات اللازمة وضمان استعدادات اللاعبين بشكل جيد لهذين اللقاءين المهمين، حيث من المتوقع أن تكون الندوة الصحفية مناسبة للإعلان عن تفاصيل مهمة تتعلق بالتشكيلة النهائية واستراتيجية الفريق خلال المباريات القادمة. وتتجه الأنظار صوب هذه الندوة الصحفية المهمة، حيث من المتوقع أن يقدم وليد الركراكي أسماء جديدة ستنضاف لقائمة الأسود، فيما سيتم الإعلان عن أسماء ستغادر التشكيلة المعتادة. وسيلعب المنتخب الوطني مباراة رسمية مع ليبيريا بالملعب الكبير بأكادير يوم السبت 9 سبتمبر 2023 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة 11 من التصفية المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بكوت ديفوار العام المقبل. ويواجه المنتخب المغربي نظيره من البوركينابي في مباراة ودية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بمدينة لانس الفرنسية، وذلك استعدادا للمواعيد الرياضية التي تنتظر زملاء حكيم زياش في المرحلة المقبلة. لم يسبق لوليد أن أجل أي ندوة صحفية من قبل، مما يجعل العديد من المهتمين والمتتبعين يتساءلون عن سبب هذا التأجيل غير المتوقع، لكن الجواب لا يستطيع أحد الحسم فيه، لأن أسباب التأجيل لا يعرفها إلا وليد الركراكي نفسه، لكن لا يمنع ذلك من استعراض أبرزها وأكثرها قربا للحقيقة. نذكر منها الإصابات التي لحقت بعض اللاعبين مؤخرا والتي قد تمنعهم من اللحاق بلائحة الناخب الوطني، ومنهم أمين حارث ومنير المحمدي، لأن التقارير الطبية الدقيقة لم تحسم بعد في مدة غياب هؤلاء، وبالتالي هل ستكون المدة الفاصلة بين تعافيهم والمباراة القادمة كافية؟ السبب الثاني قد يكون بعض اللاعبين الذين كثر حولهم الحديث بالالتحاق بالأسود، ومنهم لامين يامال الذي اشتد الصراع لاستقطابه بين المغرب وإسبانيا نظرا لموهبته التي برزت بشكل قوي وسريع وتألقه اللافت مع برشلونة. ولو أن كل التقارير الصحفية وأخبار الكواليس تشير إلى قبوله الانضمام إلى المنتخب الإسباني، لكن الأمل ما زال واردا بحمله لقميص الأسود الأطلسية، وخاصة أن والده يريده لاعبا متعلقا بقميص المغرب، إضافة إلى أن لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز لعب في أقوى الفرق العالمية مثل السيتي وميلان، والذي ما زالت الجماهير المغربية تنتظر التحاقه بكتيبة وليد الركراكي، دون أن ننسى وخاصة بعد الصور الأخيرة التي انتشرت لإبراهيم دياز وهو يزور مدينة طنجة بل ويحمل قميص نادي اتحاد طنجة، ودون أن ننسى أمين عدلي النجم المتألق مع باير ليفركوزن الذي أسال كثيرا من المداد في الصحف الرياضية عن وجهته الدولية، هل سيلعب مع فرنسا أم مع المغرب؟ لكن التقارير الأخيرة تشير إلى حسمه اللعب مع المغرب، وخاصة أنه في أوج العطاء مع فريقه بالبوندسليغا حيث في الصدارة بانتصارين متتاليين. هذا من دون أن ننسى أن البطولة الوطنية الاحترافية انطلقت قبل أيام قليلة بالمباريات الأولى لم تعطي فكرة كافية لوليد الركراكي لاختيار بعض اللاعبين المحليين لتطعيم لائحة الأسود، وخاصة أن الانسجام وتعود اللاعبين على اللعب الجماعي بينهم ضروري في المنافسات القادمة، وخاصة أن كأس إفريقيا التي يعول عليها المغاربة للظفر كأس ثانية. كانت هذه قراءة لبعض المسببات التي أدت إلى تأجيل ندوة وليد الركراكي، لكن يوم الخميس القادم كفيل بإزالة الستار عن كثير من التوقعات، فضلا عن يوم الجمعة الذي سيعلن فيه لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني لائحة منتخب لاروخا، وهل ستتضمن اسم لامين يامال أم أن المسلسل سيظل مستمرا إلى حين. شكرا على حسن تتبعكم إلى هنا، هذه تحية كبيرة وإلى فيديو قريب.